السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة هتكلم. هنتكلم النهاردة عن قضية هزت الرأي العام، وهي جريمة بشعة حدثت في العراق مع بلوجر عراقية تعرضت للقتل خنقا على يد والدها وهي نائمة بحجة غسل العار والشرف. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وما تنساش فعل زرار الإشعارات على الكل، ضروري جدا علشان كل جديد يوصلك لحد عندك أول بأول. وياريت تعبر عن رأيك في الكومنتات. خطيب طيبة علي يوضح الحقيقة كاملة، ويوضح ما حدث لطيبة قبل وفاتها، ويكذب جميع الأخبار التي تطعن بشرف الفقيدة وكل الدعاءات التي تؤذي سمعتها، رحمة الله عليها وعلى روحها الطاهرة. الرجاء لا يجوز للميت غير الدعاء والرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. حبيت أطلع بهذا الفيديو عشان أكذب كل شيء عم يطلع عن طيبة، إنه عم يحكوا إنه هي مهزومة، هي هربانة من هالحكي. أول شغلة طيبة ما انهزمت وما هربت ولا بحياتها هربت من أي حدا. بالنسبة لموضوع تأخير زواجنا أنا وطيبة، اللي إحنا بالأصل كنا قاعدين فاتحتها أنا وياها بالتليفون مع أبوها يوم كانت أمها موجودة بتركيا. الحكي مشي 8 شهور، رجع أبوها راح هو وناس معه من العراق على سوريا، تقابل هو أهلي بسوريا وكان في شهود وقرأوا الفاتحة وطلبناها رسمي وتمت مباركة. بعد منا سبب وفاة أمي الله يرحمها ويرحم أمواتنا أجمعين ويرحم طيبة. تأخر موضوع زفافنا أنا وطيبة، كنت مخطط له ل5/6 بعيد ميلادها. فهي موضوع كأس الخليج يوم تفازت العراق، شفت الفرحة بعيونها وحكيت لي عليك الله بدي اروح اشوف العراق، حابب اطلع اشوف العراق. قلت لها تكرم عيونك، وحبيت تريح عن نفسي بعد الضغوطات اللي عاشتها وخصص اخر فترة. فنزلت وصار اللي صار، ولولا ما صار هذا الشيء نحن كان موعد زفافنا ب5 الشهر، وكل شيء طبعا هذا بيكون